ماما شعري اه عايزنا نرجع زي زمان، نرجع يا زمان. انا اتكلم وانتي اسمعي. قرار ان انتوا تجيبوا انسان للدنيا، يعني ده مش قرار، دي مش حاجه سهله، مش المفروض يتاخد بسهوله ويبقى قرار كده يتعمل من غير تفكير ومن غير دراسه ومن غير درايه. لا، الفرق ما بين السماء والارض. والله قبل الجواز بتكون حرة نفسك، لكن بعد الجواز بتهتم بقى مصاريف بيت واولاد، وبعد كده العيل يكبر يخش مدرسه ولا قدر الله عيد دكتور. كان قبل الجواز يقولوا زادوا المغفلين واحد. حامل حاجه ومن ساعه ما الطفل بياتي الى الدنيا حاجه تانية خالص الى الابد. الولاد برضو لو في تعاون من الطرفين تبقى تمام، مش مشكله. انت بتحبي الاطفال يعني؟ بموت في الاطفال. فعلا نفسك يبقى عندك اطفال يعني in the future. انا مش حاسه ان اللي عندهم اطفال دول يعني ان الاطفال متعبه. لا، my sister has a kid. هي اختي عندها طفله. الموضوع متعب بس it's sweet يعني it's cute. انا بشوف قد ايه بتتعذب بس مبسوطه at the end of the day. صعب بس صعب in a good way. الناس اللي مش مخلفه اللي تقول لك اصل انا عارفه انا بعمل ايه، يعني انا لما يبقى عندي عيال عمرهم ما يبقوا عاملين كده، بجد هيبقوا بيرفكت. وانا شايفه الحياه بيرفكت، مواعيد نوم معينه، مواعيد صحيان معينه، اكل معين، كله اورجانيك، هعمله كله في البيت هوم ميد، مش هاكله اي حاجه من بره، ومش هجيب مساعده خالص، هبقى انا لوحدي تماما. ايه يا دوزي تعالى، طب هنا تعالى هنا، واقف ورا الكاميرا ليه؟ تعالى جنبي هنا. ولا هشرب بيبسي طبعا ولا عاوز تاكل؟ طب الاكل بتاعك اهو. ليه مش عاوز ده ليه يا دوزي؟ ما تاكله ده اورجانيك. عندي صحاب مخلفين كتير مش بحب التعامل معاهم، بس بحس مش هبقى عايزهم يبقوا بتوعي، مش هبقى عايزهم يبقوا اطفالي. هو الجواز نفسه حلو، لكن الخلفه دي حاجه متعبه شويه. مش عاوزه ابقى مش عاوزه ابقى ايه كده؟ دي حاجه تغم بالظبط، دي حاجه تغم. عيال ورضع وغرابير بقى طاطا وعيال واكل والبس واشرب ومدرسه ومسؤوليه. لا طبعا، يعني العيال احلى حاجه في العالم. عايزين يعيشوا حياتهم، يسافروا، يعملوا، يجيبوا كلب بدل عيل. هي دي مرحله ودي مرحله، بس لازم يعرفوا اما يروحوا من الحياه دي ما فيش حاجه هتفضل بعديهم، يعني اسمهم خلاص هيروح معاهم يعني. بس انا عن نفسي بحب الاستقرار يعني. مش متعبين؟ لا خالص، بيكون حلو يعني الاب والام يعني. اول مره شفت ابنك بقى حسيت بايه؟ احلى فرحه شفتها في حياتي، كأني عملت حاجه في دنيتي. وبعدين في ديل بقى، في دايما ديل معاكي في اي حته، دايما حامله همها، نامت صحيت كانت مسؤوليه. مسؤوليه بس مستاهله مستاهله بقى قدام بقى ان شاء الله يعني. لما تكبر شويه بقى تحسي بقى. بيكبروا بسرعه قوي، هما بيكبروا بسرعه قوي. ماما دي هتقعد تعيط كده كتير ولا ما تقلقيش؟ على فكره ده اول 3 اشهر بس، يعني انت اول 3 اشهر هتحسي الاحساس ده. 3 اشهر بيعدوا، اول 3 شهور فتقولي خلاص بقى لا مش هيحصل. هي بقى بتقعد بقى تروح واقعه على الارض، قاعده تروح قلبه راسها فتصوت. تقول لك لا بصي اول 6 شهور انت مش فاهمه، تغير رهيب يعني، برضو في زمزقه وزقلطه. انت حرام عليك، انت لسه عندها 6 شهور. بصي بعد اول سنه، هي اديها بس 12 شهر، اول سنه دي هتلاقي يعني مع عيد ميلادها الاولاني هتبتدي تمشي. قالت لي حبيبه قلبي دي عندها لسه سنه، انت فين؟ ولسه فين؟ انت لسه شفتي حاجه؟ هم اول 3 سنين حبيبتي، الموضوع لا ينتهي. فاللي ما خلفوش وفاكرين العمليه هيبقى عندهم وقت فاضي مثلا. السفر الكتير طبعا دي حاجه انا مفتقدها النهارده شويه، عشان بنتي لسه صغيره، يمكن لما تكبر شويه الدنيا ترجع زي الاول، وان احنا نبقى يعني وقتنا ملكنا. ما بقيناش كل يوم نخلص الشغل وننزل نقعد على القهوه، ان انا اصحى كده انزل اعمل اي حاجه، ما اقعدش بقى افكر مين خارج من المدرسه دلوقتي ومين هيروح يجيبه ومين اللي هيجيب صغيره من الحضانه ومين هيطلع بيهم على النادي ومين هيروح التمرين ده ومين هيخلص ياخد ده من البلاي ديت. كل يوم الصبح بتلبسي وبتاكلي وبتنزلي الباص،
بترجعي بتقعدي تعملي الهوم ورك وبتغدي صحابك، صحابها بتعرفي كل صحابها راحت فين جت منين. الكاميرا عماله تتهز قد كده عشان ادم فوق علا اصلا. خلاص يعني بعد الخلفه حياتك بقت ملك اطفالك، صح يا دوزي؟ صح ولا مش صح؟ تعالى طب قولي. فلو حد من صحابكم اللي ما اتجوزش قال لكم ايه ده وانتوا ازاي عاملين كده واولادكم ايه ده مش واخدين بالكم منهم، بيزعقوا وبيزنوا وبيعيطوا، يعني انت سايبه لي يزن كده، شوفي ايه يعني اكيد في حاجه في مشكله، بيزن ليه؟ عمر ما ابني يبقى ماشي مبربر كده خالص، مش هخليه يعني. انت بترضعي؟ وقفتي؟ بعد 6 اشهر بس؟ حرام عليكي، حرام عليكي ابنك، من فضلك ما تزعقيش لبنتك بجد، حرام عليكي. المفروض تكملي رضاعه ل5 سنين. انت بتقري كتب؟ قريتي كتب قبل كده عن يعني التربيه؟ انا هجيب لك كام كتاب بجد، انا اصلا انا دارسه سايكولوجي. انت لازم تعلميها ازاي تاكل بالشوكه والسكينه من عندها 2 سنين. ايوه هو كده الاتيكيت، لازم يعني تتعلم ازاي تاكل بالشوكه والسكينه من دلوقتي، وما يخرمش ودانه ابدا قبل ما يتم 10 سنين، يجيله عقده نفسيه، ما ياكلش شيبسي ولا بيبسي، لو حد قال لكم كده ما تسمعوش كلام حد. عايز بيبسي؟ مفيش كلام من ده، مش عارف بيبسي يا دوزي. انت الادرى، انت الام ودول ولادك، فانت الادرى هتربي ولادك ازاي. طبعا بنحاول على قد ما نقدر نعمل لهم احسن حاجه ويبقوا في احسن حال، ونعلمهم احسن تعليم وفهم واحسن تربيه، بس كل ام على قد ما تقدر يعني، فارحمونا وربنا معانا جميعا، وكل سنه وانتم طيبين. يلا يا دوزي يلا تعال تعالى معايا. Necesito una poca de